الاول احنا دلوقتي الساعه بالظبط 10:30، حاجه عمري ما تخيلتها ان الناس تبقى مخلصه الكورس من الساعه 6 قاعدين معايا بكل حب من غير ما اقول لهم اي حاجه، يقولوا رايهم في الكورس 4 ساعات من وقتهم، وبعديها بعد ما احنا قعدنا كل الكلام ده احنا نازلين ناكل دلوقتي مع بعض. فبجد الموضوع مش بقى كورس وان انت جاي مع محاضر وان انت في الجامعه، لا انت جاي لحد بجد هتحس ان هو صاحبك في الاخر. وده اللي انا حسيته، انا مش بتعامل معاهم ان هم طلبه او حد مثلا جاي ياخد معلومه وخلاص، انا حسيت ان هم اخواتي وان احنا اخوات ونازلين دلوقتي اصلا ناكل مع بعضينا. فبجد انا بحبهم جدا. ليه الناس ده تشرفنا جميعا. اخونا طبعا كابتننا والله بجد يعني اقسم بالله بجد انا بحبهم كتير، قاعدين معايا لحد دلوقتي الساعه 10. انا فاكر ان هم والله بجد من احسن الدفعات اللي جت ادت كورس، خدت معايا كورس يعني. فلا لا بحبهم كتير، وبجد يعني بقدر جدا ان انتوا خدتوا من وقتكم ان انتوا قاعدين لحد دلوقتي عشان تقولوا بس رايكم. فده بجد فوق راسي والله يا جماعه. وقدوة حبايبي يا شباب بجد يعني. اخر حاجه عايز اقولها بجد، تخيل مثلا لو حد جه قال لك انك هتاخد ايفون 17 برو ماكس بحوالي 5 او 10,000 جنيه، انت جيت قلت له لا ليه اللي كان ادفع موبايل زي ده اجيب نوكيا ولا حاجه، اي تليفون بيقول الو. فاكيد هتبقى انت هنا اللي هو انت مجنون ولا انت ازاي تفوت عرض زي ده. هو ده اللي بيحصل بالظبط مع الطلبه لما يعرفوا يعني ايه كورس تشريح علم الحركه، ان انت تعمل برامج تدريبيه مع كابتن ماجد. هو قبل ما ياخد الكورس حاجه وبعد ما ياخد الكورس حاجه تانية خالص. فحتى لو في الماضي شاف ان الكورس ده اتعرض عليه ب 30 ولا ب 40,000 جنيه، في ناس بتقول لك اقسم بالله هدفعهم برضه. ليه؟ لان هو شاف النتيجه اللي وصل لها وشاف هو وصل في الاخر ليه. وده نفس الفكره بالظبط. لو معاك ايفون 17 برو ماكس هتيجي وتقول ايه هشتري اي سعر لو ب 10 ولا 15,000 جنيه ولا كده. ليه؟ عشان هو عارف قيمته كويس. فلما هتعرف القيمه هتقول ان انا ادفع فيه اي حاجه. بس فتنوروني، اشوفكم على خير.